السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة قناة المتميز للتسويق العقاري، أهلا ومرحبا بكم. برحب بكم في فيديو جديد وشقة جديدة. بتمنى من ربنا إنها تعجبكم إن شاء الله. هستأذنك لو ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا القادمة بإذن الله. وصلي على النبي الحبيب وتعالى أقول لك تفاصيل شقتنا النهاردة. إحنا معانا شقتين مفتوحين على بعض في شقة واحدة، يعني شقتين في شقة. الشقة دي مساحتها 210 متر. الشقة دي أنا عايزك تتفرج عليها، حتى لو مش هتشتري، حتى لو مش دي نفس الإمكانيات، بس أنا عايزك تتفرج على الجمال بتاعها. بسم الله ما شاء الله، حاجة ربنا يبارك لصاحب النصيب فعلا. شقتنا 210 متر، 3 حمام، 2 بلكونة، دقيقة بالظبط للبحر، وشايفة البحر كويس جدا من كل الاتجاهات. ده كده الشارع، ده كده رؤية البحر. شايف حضرتك واقف في البلكونة وشايف اللي جوه البحر، الناس اللي بتصيف كمان من الجنب ده ومن الجنب ده. هوصل لحضرتك كل حاجة في الشقة، بس خليك معايا واحدة واحدة، أنا مش هطول عليك الفيديو. 3 4 دقايق هتلاقي الشقة خلصت، وهسيب لحضرتك صور في آخر الفيديو هتبين لك حاجات مهمة جدا في الشقة للناس اللي مهتمة بالشقة. ده كده طبعا مساحة الريسبشن. أول ما ندخل من باب الشقة ريسبشن 4 قطع، ممتاز ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. بحاول اجيب لك من كل الاتجاهات كده عشان توصل لك كل حاجة في الشقة، وعشان ما تتوهش مني برضه، عشان شقتنا النهاردة واسعة جدا ومنظمة. زي ما قلت لحضرتك شقتين مفتوحين على بعض في شقة واحدة. تمام. في خصوصية في الشقة، في طرق توزيع. الريسبشن معزول تماما بحمام خاص بالريسبشن فقط لا غير، بالمطبخ على جنب خالص، باقي الشقة على جنب تاني خالص. نيجي هنا كده للتحفة بتاعت شقتنا النهاردة، هي زي ما حضرتك شايف كده، الحاجة اللي بتتمناها أي ست بيت. وانت واقف في المطبخ كده، واقف وشايف البحر من المطبخ. بالمناسبة دي غرفة كاملة، دي غرفة متقفلة مطبخ. مساحة ما شاء الله يشيل معاك كل الأجهزة، يشيل معاك كل حاجة، بالإضافة لأنك واقف في المطبخ شايف البحر من المطبخ، شايف البحر من الريسبشن، شايف البحر من غرفة النوم. ده كده أول حمام في شقتنا النهاردة، وده الخاص بالريسبشن، ده اللي بيخدم الريسبشن أو الخاص بالضيوف. كده الريسبشن بمطبخ بحمام. ودي كده شقة حضرتك حتى هتلاحظ لون تغيير البلاط في الأرض. نخش هنا بقى كده على طرق التوزيع، فيها الغرف، حمام عام بالشقة. وفي هنا بقى التحفة التانية في شقتنا النهاردة، دي كده غرفة نوم، غرفة النوم الرئيسية اللي في الشقة. تخيل ان دي حضرتك مساحة غرفة النوم، وفيها حمام خاص، يعني غرفة ماستر. وحضرتك واقف في الغرفة شايف البحر من الغرفة. مساحة الغرفة ما شاء الله ريسبشن، حضرتك ممكن تكون وصلت لك او ما وصلتلكش. دي كده البلكونة خاصة بغرفة النوم، ودي كده رؤية البحر من غرفة النوم. ودي كده مساحة الغرفة. بحاول اجيبها لك من كل الاتجاهات عشان خاطر توصل لك الصورة كاملة. انا بسرع الفيديو عشان ما اطولش عليك، بشرح لك كل حاجة في الشقة كأنك انت موجود في الشقة بالظبط وبتشوفها. ده كده الحمام بتاع الغرفة الماستر اللي هو الخاص بالغرفة دي بس. طبعا مساحته كبيرة، يعتبر حمام بتاع شقة عمومي، ما فيهوش اي مشكلة خالص. بانيو طبعا كل حاجة فيه كاملة ما شاء الله، غرفة بيعتبر بالشقة. نخش هنا على طرق التوزيع، وده كده باب الشقة التانية. زي ما قلت لحضرتك شقتين مفتوحين على بعض. طرق التوزيع دي هتدخلك على الغرف. دي كده تاني غرفة في غرف شقتنا النهاردة. طبعا مساحتها كويسة جدا، بحاول اجيب لك الارض عشان تبين لك المساحة بالظبط. تشطيبة حضرتك زي ما انت شايف كده، التشطيب ما شاء الله، الشقة مش محتاج اي مصروف خالص. احنا هنا بنتكلم في 3 عدادات، بنتكلم في مباني حديثة، بنتكلم في برج من افخم الابراج اللي تتسكن. زي ما بقول لحضرتك كده، وقدر ان انا ما قلتلكش حاجة، وتعالى شوف على ارض الواقع، تعالى شوف على الطبيعة. ده كده الحمام العمومي اللي هو الخاص بالشقة كاملة. زي ما قلت لحضرتك شقتنا فيها 3 حمامات، دي تالت غرفة، التالت غرفة او اخر غرفة في غرف شقتنا النهاردة.
مساحة الغرفة ما شاء الله. بالمناسبة دي على منور، والغرفة اللي قبليها برضو على منور. كده انا وصلت لك الشقة بالكامل، وصلت لك كل حاجة في الشقة وما طولتش عليك. هقول لك بقى تفاصيل شقتنا. زي ما بقول لحضرتك كده، شقتنا 210 متر، 3 غرف كبار، ريسبشن 4 قطع، شقتين في شقة واحدة. طبعا هنا 3 عدادات موجودين. احنا هنا في الدور ال 12، دور 12. طب احنا فين؟ احنا هنا في ميامي، في ميامي اخر حدود ميامي، بين ميامي وسيدي بشر. يعني فاضل لك تكه كده وتخش على سيدي بشر بحري. طبعا انت واقف في البلكونه، واقف في كل حته، شايف البحر، قريب جدا من البحر زي ما وصلت لحضرتك في كل الفيديو بالكامل. طبعا احنا هنا مباني حديثة، مباني حديثة جدا. وبالمناسبة الشقة فيها مصالحة، والمصالحة اندفعت او مدفوعة خالصة. فطبعا عشان برضو اوصل لحضرتك الصورة كاملة، مفيش رخصة بتكون لحد ال 12. البرج فيه رخصة لكن الشقة مش في الرخصة، فتم دفع المصالحة بالكامل. طب شقتنا هنا مطلوب فيها ياما، مطلوب فيها 2,700,000. 2,700,000. حابب اوصل لك بس نقطة، مفيش شقة بتخلص زي ما صاحبها بيقول او زي ما صاحبها طالب. لكن الموضوع ده بيلتزم، يعني بيحتاج الجدية شوية، بيحتاج ان انت تيجي تشوف وتعاين على ارض الواقع وتقعد مع صاحبها وتتكلم معاه، واحنا معاك. الموضوع بيسر الامر. في نقطة تانية برضو حابب انوه لحضرتك عليها، لو عشان خاطر موضوع السعر وكده، فانا بقول لحضرتك دي شقتين. سعر الشقة في العمارة فوق ال1,500,000، يعني في حدود ال1,500,000 كده. لو انت حسبت الشقتين هتلاقي كل شقة فيهم 1,500,000، 3,000,000 جنيه. فاحنا طبعا هنا برضو يعني ايه، عشان دي شقة مفتوحة مطلوب فيها 2,700,000 كده. انا وصلت لك كل حاجة في الشقة. واتمنى لو الشقة عجبتك تكلمنا، ارقامنا هتلاقيها في صندوق الوصف مباشر تحت الفيديو مباشر. ابعت لي رسالة على الواتس، هرد على حضرتك، هبعت لك الارقام، كل حاجة انت عايزها احنا في خدمتك. اتمنى بس تدعمنا في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشترك معنا لو لسه مشتركتش، عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. ولو حابب تتواصل معانا، ارقامنا هتلاقيها في صندوق الوصف تحت الفيديو مباشر. لو عندك شقة عايز تبيعها برضو كلمنا ان شاء الله، هنساعدك في بيعها في اقرب وقت ممكن باذن الله. صلي على النبي الحبيب عشان ربنا يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. كان معكم محمود الرشيدي، مكتب المتميز للتسويق العقاري، في خدمتك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.